بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم النهاردة عن حلقة من حلقات التطبيب عن بعد، وهي الكشف عن الجهاز التنفسي. طبعا بنعمل الكشف ده لو كجزء من الفحص الطبي العام، او عند وجود مشكلة تنفسية، حد بيشتكي من ضيق تنفس، ألم في الصدر، كحة ببلغم او من غير بلغم، كح دم، في عنده زرقة في شفايفه او زرقة في اطراف ايديه، او لو في تاريخ مرضي عنده ان عنده مشكلة في الرئة. وغالبا بيتم عمل الفحص بتاع الجهاز التنفسي مع الجهاز الدوري، لكن احنا هنتكلم على الجهاز التنفسي بس. طبعا بيطلب من المريضة انها قاعدة قدام الطبيب، ان هي بتقعد على كرسي وبتحط ايديها جانبا، بيبقى نص في صدرها مكشوف، و بنقول لها ان هي لما هنيجي هنفحص من قدام في الجنبين وفي الخلف. لما نيجي نفحص الجنبين هنعمل ايدينا كده عشان نبعد الايدين عن الجوانب ونشوفها كويس. طبعا اول حاجه في الفحص قلنا اللي هو الانسبكشن، هو الملاحظه او المراقبه. هنبص على، طبعا بنقسم فحص الجهاز التنفسي للجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي السفلي. الجهاز التنفسي العلوي احنا فحصناه قبل كده، او لو هنفحصه هيبقى بنفحص الانف وبنشوف مفيش افرازات هنا، بنشوف الفم من جوه برضو لان التهابه بيبقى مقدمه في البلعوم للجهاز التنفسي. مشكله في الاذن برضو متصله بالجهاز التنفسي. بالجيوب الانفيه اللي هنا بنفحصها بالضغط عليها، لو فيها مشكله هنشوف. بنشوف الغدد الليمفاويه، وبنشوف مكان القصبه الهوائيه اللي هي موجوده هنا، ان هي موجوده في الوسط. نحط صباع هنا كده وكده، بنشوف اللي هي موجوده في الوسط ولا جايه الناحيه يمين او شمال. الكشف اللي هنعمله بقى على طريق عن القصبة الهوائية اللي هي نازلة هنا، والشعب الهوائية والحويصلات الهوائية اللي هي موجودة في الرئة. طبعا احنا هنبص من الامام وفي الجنبين وفي الخلف. هنبص على هنلاحظ مثلا اول حاجة شكل القفص الصدري. طبعا القفص الصدري بيبقى فيه حاجات، تشوهات موجودة، زي عند حد عنده مثلا نقول قفص صدري حداب، يعني في انحناء في العمود الفقري من الامام للخلف. في قفص صدري بنسميه حفيف، ان هو جاي القفص الصدري جاي بالجنب العمود الفقري في من الناحية، او القفص الصدري نفسه بنسميه قفص صدري برميلي، منفوخ قوي نتيجة انتفاخ الرئتين جامد فبتلاقيه منفوخ قوي. او قفص صدري مقعر، بنلاقي فيه هنا نقرة ان عظمة القصري داخله لجوه، او بنسميه صدر جؤجؤي، ان عظمة الصدر دي اللي موجودة هنا خارجة لبره، وهنحط صور ليها. بعد كده هنبص على الجلد بتاع القفص الصدري. والله مفيش مثلا طفح جلدي، مفيش جرح، مفيش خراج، مفيش اي حاجة موجودة عليها. فبعد كده هنبص على معدل التنفس. طبعا انا لو قلت لواحد هحاول اشوف معدل تنفسك وهبتدي اعد، هشوف صدره بيعلى وينزل قد ايه، ممكن العيان ياخد باله ويغير اللي هو العد بتاعه. فانا ما اقولوش انا هقيس النبض في نص دقيقة، وبعد ما اقيس النبض في نص دقيقة وايدي على البلس على نبضه، اقوم باصص على صدره وعادد التنفس بتاعه في نص الدقيقة التانية. طبيعي من 14 ل 20 نفس في الدقيقة. الأطفال طبعا لهم عدد تاني حتى يوصل ل 44. بعد كده احنا قلنا شوفنا استاذ، هل هو التنفس بتاعه برضو بنخلي بالنا هل هو منتظم، يعني بياخد نفس ويخرجه والتاني وراه منتظم، ولا نفسه بيعلى شوية وبعدين بيهدى، حسب اللي هنشوفه. بعد كده هنبص على التنفس بتاعه، هل هو بياخد نفس. اتكلم على التنفس الوقت، هل هو بياخد نفس ان العضلات اللي بين الضلوع ما بتخش لجوه، بنسميها ان في
دخول العضلات، انخفاض العضلات في بين الضلوع، ولا في حركة الأنف بتعمل كده مع التنفس نتيجة برضو ضيق في التنفس، أو الفم هو بيخرج نفسه، حركة الفم مع التنفس دي برضو بتبقى تنفس مع زم الشفاه كده. بنبص برضو على الحركة في الناحيتين، هل الحركة بتحرك الاثنين زي بعض، ولا واحدة الحركة قليلة عن التانية؟ لو فيها مثلا إصابة أو التهاب بتلاقي الناحية اللي فيها مشكلة ما بتتحركش كويس. بعد كده بنشوف هل بيستخدم عضلات تنفسية، يعني بيحزق كده ولا العضلات دي شغالة وكده، ولا ما بيستخدمهاش. كمان هل في ارتفاع في ضغط هنا الوريد الودجي اللي هو الجاجولار فين هنا موجود، ساعات الاقيه منفوخ نتيجة ان المشكلة في الرئة فعاملة تأثير على الجانب الايمن من القلب، فدي بنلاقيها الوريد ده منفوخ. احنا قلنا بصينا على التنفس، كمان بنعمل برضو تقييم عن طريق التحدث. لو لقيت المريض بيتكلم جمل كاملة من غير ضيق تنفس، ان هو بيسرع في النفس او احس ان هو ابتدى ينهج، يبقى النفس كويس. طبعا بقول له بعد كده اما نشوفه مع الحركة، خد نفس عميق وخرجه بسرعة، وابص بقى هسمع ساعات شخير او صفير خارج لو في ضيق في القنوات اللي هي الشعب والشعيبات. ممكن من الحركة دي لما ياخد نفسه يخرجه بسرعة اسمع كحة، اشوفها ببلغم او من غير بلغم. ممكن بعد كده هنعمل تاني حاجة الفحص بالتحسس، ان بنضغط هنا ونفس المكان بتاعه، او بنقرع بالصباع الوسطاني من الاثنين، بثبت الثلاثة دول وبقرع بالوسطاني كده، بقارن الاثنين هل في ضغط ألم مع الضغط هنا أو هنا، وبنزل تحت وتحت والجنبين وهكذا، ده قدام وفي الجنبين وفي الظهر. لو في حد معايا في إنسان بيساعدني بيعمل الكلام ده على الظهر. لو في ألم في الضغط في حتة بنشوف، خاصة اتصال عظمة القص دي بالضلوع. طبعا الرئة اليمين فيها 3 فصوص من قدام، الرئة الشمال فيها فصين، الظهر ما بنشوفش او في الجنب ما بنشوفش الا فصين فوق وتحت، فص فوق وتحت. الفص اليمين جاي من قدام بس اللي هو الثالث اللي في الوسط. بعد كده هنشوف الفحص العام. احنا طبعا المفروض الفحص العام ده نعمله في اول ما بشوف العيان، بشوف عنده هزال وزنه قل، بشوف بعد كده في زرقة مركزية يعني شفايفه زرقاء او لسانه ازرق، او بشوف في رغاوة على بقه لو في اجهاد من التنفس وعنده مشكلة ادت لمشكلة في القلب. بعد كده ببص على الصوابع، في حاجة اسمها تبعجر الصوابع، ان انا بحط صوابع كده بلاقي ان في شباك بين الضفرين، ده عادي. لكن لما بيحصل ان في مرض مزمن في الرئة، ان دي نقول الضافر بيعلى، فلما بحط كده بيبقى عامل بعيد عن بعضه كده. كمان هنشوف لو في زرقة في الاطراف، في زرقة طرفية. كمان لو لقينا الايد دافية وعرقانة ممكن يبقى ثاني اكسيد الكربون عالي، لو لقيناها بهتانة وسعانة ممكن يبقى الاكسجين قليل. طبعا احنا بنتكلمنا على الصوت، احنا لو نتكلم بقى على السمع، احنا سمعناه صوت عادي، لكن لو في صوت عادي ممكن تقرب المحمول من صدرها نسمع الصوت. طبعا في اجهزة بتتوصل بالمحمول ومعها برامج بتنقل الصوت وبتسجله وبتبعته لك كأنك حاطط سماعة على صدر العيان، دي تكنولوجيا عالية شوية. بعد كده قلنا هنعمل وظائف للرئة برضو في البيت. اول وظيفة ان انا بحاجة اسمها روس سكور، ان انا باخد نفس عميق وبعدين اعد على قد ما اقدر بسرعة، يعني كده
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 لحد ما نفسك يخلص. لو العد لقيت انك جبت اكتر من 20 عد ما قدرتش بعدها، والعد ده كان في 10 ثواني، غالبا درجة تشبع الأكسجين في الدم عندك فوق ال 95%. لكن لو كان العدد 10، عديت لحد 10 وأقل من 8 ثواني، غالبا نسبة تشبع الأكسجين في دمك أقل من 95%. لو ما قدرتش تعد إلا ل7 في أقل من 5 ثواني، غالبا إن نسبة الأكسجين عندك أقل من 90. دي بديل انك تجيب جهاز وتقيس نسبة الاكسجين في الدم. تاني حاجة، في تجربة انا هحط لكم صورتها، ان احنا بناخد نفس عميق وبنحبسه لحد اطول وقت ممكن. كل ما حبسته اكتر ده بيدينا سعة الرئة، ان الرئة فيها مجال كبير ولسه الهواء ما حصلهاش تليف او حصل فيها التهابات، وان الحاجة اللي موجودة فيها بتتعب، انه بتقدر تحتفظ بنفسك فترة طويلة. وشكرا.